وحدة سموها كنزة من الجزائر العاصمة. صراولها صوالح بزاف يخوفو قبل 3 سنوات. جيت تحكي لكم الحكاية تاعها. تقول في هذاك الوقت كان في عمرها 16 عام. النهار تاع الشتا وشتا قاوية، الريح والاصوات تاع الرياح دائما، القرقيب والبرد، وكان الصوت الرعد المدوي يشوك لك لحمك. كنت مريحة مع بويا وما الله يرحمهم واختي الصغيرة في الصالة تفرجوا في فيلم كالعادة. كي لحقت 11 طاح عليا الناس وبغيت نروح نرقد. فكرتني ما وقالت لي لازم تروحي تغسلي كرعيك. هنا عندنا الدوش جاي بعيد شويه على الصاله، بيناتهم كولوار شويه طويل، وانا رايحه حبه حبه للحمام قاعده نغني. كيف وصلت تماك حليت السباله تاع المدافي، والجو برا بارد وعنده احساس شباب بزاف مع الصوت الرياح اللي يخليك تحس انك في كاش في مكان. واقسم لكم باللي سمحت الباب تبلع ضربه واحده برك، وكان الصوت تاعه قوي بزاف. انا خفت ورحت نجري باش نحله، بصح في نفس الوقت طفات اللامبه بشكل غريب جدا. انا حسبت القفله بديت نطفي ونشعل فيها ما بغاتش، ومن بعدها رحت للباب بغيت نحله معي تنفورسي والو. تعرفوا باللي المراه قلبها ضعيف، وقعدت نبكي ونعيط ونزقي ونضرب في الباب، بصح للاسف ما كاش اللي يسمعني. قعدت نسي نفورسي نحل الباب وما بغاش. قعدت شويه حتى حسيت حاجه فاتت على رجليا كيما الريشه كيما هكا. انا خفت وبديت غير نزكي وزدت عندي الهستيريا تاع الخوف. وبقيت كيما هكا نبكي ومن بعد قعدت ناجي في ربي ونقول يا ربي نجيني هذه الخطر، يا ربي نجيني. وقعدت نقول ادعيه اللي نعرف حتى سبحان الله وبحمده نتحل الباب. كي دعيت مور الادعيه اللي دعيتهم نتحل الباب بكل سهوله. انا رحت نجري للصاله وبديت رحت عند والديا وقعدت نزكي عليهم علاه كي زقيت ما جيتوش عندي سلكتوني وانا كنت حاصله. قالوا لي كيفاش ما سمعنا حتى الصوت تماك، وحكيت لهم الحكايه اللي صرات لي. راح بويا باش يتاكد من القصه تاعي، بصح كي راح للدوش مفاجاه كبيره، كانت اللامبه مشعوله عادي والباب يتبلع ويتغلق عادي. سما تماك عطا فرضيات قالوا بلي الهواء واللامبه خاسره كيما هكا. حنا عندنا دارنا مبلعه يعني الهواء ما ينجمش يدخل فيها. والحاجه الزوجه اللامبه كنت متاكده بلي انها خسرت، ومهم كي خرجت انا برا شفت موراي الظلمه وفي الكولوار كاين الضوء. انا راني متاكده باللي الجن عنده يد في هذا الامر، بصح ما نطيقش نثبته. فقصه تعود ليكم نتوما تصدقوها ولا لا خاوتي؟